المهم ان احنا مش نغني بس، المهم ان احنا نعمل ونجتهد، لانه بلدنا هتتقدم بالعمل والاجتهاد والفكر السليم يا استاذ ياسر، صح؟ طبعا يعني طبعا. وانا بس عايز اقول لحضرتك اللي هو بدايه يعني مش عايزين نغني ونحلم. أيوة. لان الحلم هو بدايه الحقيقه ان شاء الله، والعمل بيحقق الحلم طبعا، لانه الاحلام مش هتبني، يعني قصور الاحلام لن تبنى الا بالعمل يعني. بس هو بدايه يعني الحلم هو بدايه الواقع. صحيح. ان شاء الله. لو بطلنا نحلم نموت طبعا يعني زي ما قال الخبير الغنائي العبقري. طيب نروح لمجموعه اخبارنا التقليديه في كل حلقه. واتحاد الكره يقرر نقل مباراه الاهلي والشرطه الى استاد الدفاع الجوي بدلا من اقامتها في استاد المقاولين العرب. ده تصريح قاله الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. المفروض انه في رغبه من جماهير الاهلي في حضور اللقاء رغم اعلان اتحاد الشرطه صاحب الملعب عدم الرغبه في دخول الجماهير، وموضوع الجماهير ده هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز. الاهلي بيسدد 100,000 جنيه غرامه مؤمن زكريا لاتحاد الكره بعد ان تم تخفيض هذه الغرامه على الثلاث لاعبين مؤمن ومعروف يوسف وخالد قمر، وكمان الايقاف بتاعهم انتهى خلاص. الجبلية يخطر القطبين بانتهاء ايقاف الثلاثي بعد ان تم شهر من 8 يناير ل 8 فبراير. جمهور الزمالك امام النادي للحصول على تذاكر مباراه انبي، وكان في تحذيرات لجمهور الزمالك من اي خروج عن النص. فيريرا بيسير على نهج ميدو بالزمالك ويستخدم خبير قياسات بدنيه لانه عايز اللعيبه يبقى عندها لقاء او يعني لياقه بدنيه قادرة ان هي تستكمل ال90 دقيقة بتاعة المباراة، وبالتالي الموضوع ده هيكون فيه خبير هيجي لفترة ويرجع تاني لبلده، غالبا هيكون برتغالي في عروض من شركات ان هي تقدم الخبرة دي، وفيريرا بيقول ان ربما يتحمل ده، مش عارفين مين هيتحمل. المهم ان دي فكرة جيدة جدا وميدو عملها قبل كده. الافراج عن رواتب الجهاز المعاود لمكيدة المدير الفني للمصري البورسعيدي، هيتم الافراج عن الفلوس دي في خلال ايام عشان تستقر الاحوال. الكابتن طارق يحيى في خبر بيقول انه بينفي المفاوضات مع الاسماعيلي، رغم انه هتلاقوا في خبر معانا في الجمهوريه بياكد ان طارق يحيى اتفق خلاص مع النادي الاسماعيلي ليكون مديرا فنيا للاسماعيلي، وهتاكد من هذه المعلومه من ضيفي الكريم. محمد صلاح اختار القميص رقم 74 تخليدا لشهداء الاهلي في القميص اللي هيرتديه في فيورنتينا الايطالي، وهيكون موجود في الفريق بتاعه في الدوري الاوروبي كمان، تم تسجيله في القائمه الاوروبيه. الكاف بيحرم المغرب من افريقيا 2017 و2019 عشان رفضت تنظيم النسخه الاخيره من افريقيا، وكلكم طبعا شفتوا غينيا وغانا اللي حصل في الماتش بتاعها. كاف يعاقب غينيا الاستواء ب 100,000 دولار ومباراه بدون جمهور. المباراه كانت انتهت بفوز غانا 3-0، لكن احداث الشغب اللي حصلت كانت سيئه جدا وكانت مستغربه على نهائيات افريقيا. الكاف بيوقف رئيس الاتحاد التونسي ويمهله مهله جديده للاعتذار حتى نهايه مارس، و يعني في كلام كبير قوي في هذا الموضوع، وفي موقف من بعض الاتحادات الافريقيه لمسانده رئيس الاتحاد التونسي يا استاذ ياسر. وهنعرف بالظبط مانشستر يونايتد يحيي ذكرى ضحايا طائره ميونخ، والبايرن يقيم معرض يوثق للحادث. الطائره دي يعني قضى فيها الركاب في عام 1958 وكان فيهم 8 من اللاعبين. طيب اخد بعض التفاصيل من حضرتك تحديدا. موضوع الجماهير هو ده اللي انا عايز ابدا بيه بصراحه، لانه مثلا مباراه الاهلي والشرطه اللي تم اعلانها الاستاد الدفاع الجوي ربما يكون فيها جمهور من مشجعي النادي الاهلي. اتحاد الشرطه رفض انه يكون ليه جمهور، هو ربما معلوش جمهور، هو صاحب الارض يعني، فمش عايز يحرج نفسه او ربما يمثل عقبه وضغط على لاعبيه. الزمالك وجه نداء لجمهوره وتحذيرات انه ما حدش يخرج عن النص يا جماعه، لانه في عقوبه، انت فرقتك بتخسر في حاله ما اذا كان في اي خروج على النص. التعامل مع الجمهور في القسم او النصف الثاني من الدوري. هو اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه مشكله حضور الجماهير دي اعتقد اللي هي مشكله المشاكل في اتحاد الكره في الفتره دي. بعد غياب 3 سنين قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع
وزاره الداخليه بالاستعانه او عوده الجماهير مره اخرى. احنا طبعا يعني كان في سعاده كبيره ان احنا نلاقي الجمهور تاني في الملاعب، لان الجماهير هي روح كره القدم. اللي حصل في بعض التجاوزات حصل، انا اوافقك اللي ده حصل. في تشجيع جميل حصل في المباريات، ده حصل. التجاوزات طول عمرنا متعودين على كده، اللي بيحصل تجاوزات، ولذلك انا قلت اقتراح، ويبدو ان الناس برضو يمكن من سنتين ثلاثه انا بقول نفس الكلام وما فيش حد بيهتم. اللي انت عشان تلعب مباراه، نفترض الاهلي او الزمالك في احدى المباريات، اللي يحضر اعضاء نادي الزمالك بالكارنيه بتاعه، لان احنا قلنا في الالتراس قبل كده المشكله، وحضرتك تفتكر من 3 سنين قلت يا جماعه نعمل كارنيهات للالتراس، صوره البطاقه، صورتين 4 في 6، استماره بيانات بمعلومات بتليفونات. واظن المستشار مرتضى منصور كان عمل فكره اقتراح لاستماره زي كده. معلش انا هرفض ان انا اعلق عشان انا ملتزم بقرار نقابه الصحفيين والنقابه الرياضيين اللي انا ما بقولش اسم. لا انا بتكلم انه نادي الزمالك كان عنده الفكره انه يقدم مثل هذه الاستماره لجمهوره. والله انا اقترحت الكلام ده لكل الانديه، انا مش عايز اتحاد الكره يتبنى الفكره، اتحاد الكره يتبنى الفكره، لان هو اللي سايق باللغه بالبلدي يعني، او هو اللي بيقود مسيره الكرويه في مصر. بصرف النظر ان الاتحاد ما عندوش قدره ورغبه على الاداره الجيده، ده موضوع ثاني نتكلم فيه. لكن على اي حال هنوصل في نهايه الامر ان النادي الاهلي بدا يفكر عن طريق ممدوح طاهر، مهندس محمود طاهر، اللي هو بدا يفكر في الموضوع دون، حتى لو جماهير الالتراس اهلاوي او ريد ديفلز، يعني اي مسمى، اللي هم هيتعمل كارنيهات او حاجه زي الاي دي او سي في، اللي هو ده اسمه ايه، ده في كليه ايه، عنوانه ايه، تليفونه ايه، بحيث لو حصل اي تجاوزات يبقى عارفين ان سين صاد هو اللي عمل هذه المشكله. نعم. اعتقد النادي الاهلي اقرب على ارض الواقع لتنفيذ كده، وممكن محمد العميد محمد ابو السعود في النادي الاسماعيلي، قلعه الدراويش الجميله اللي دايما بتأدي اداء جميل في كل حاجه، اللي بداوا بالفعل اللي هم يجمعوا الاعضاء النادي وبداوا يشتغلوا على الجزئيه دي. الكلام ده لو اتعمم بشكل كويس مش هيحصل تجاوزات، او على الاقل هيبقى في معرفه لمين بيعمل الخروج على النص، مين بيعمل من خلال بقى الكاميرات. وعشان كده الاعداد اتعملت برضه يا استاذ ياسر يعني. بالظبط وقالوا 5000، كان 3000، كانوا 1000، وبعدين وصلوا ل 5000. الاستاد الكبيره هتبقى 10,000. الكبيره هيبقى 10,000. فانا بقول عشان يبقى في كنترول لازم يحصل كده، اللي يبقى فيه بيانات للمشجعين، سواء اعضاء عاملين في النادي اللي هو المباراه صاحب الارض والجمهور، او من الالتراس. انا شايف الاثنين مشجعين كوره، عشان ما فيش فرق بينهم. لكن عشان يحصل الكنترول دون لازم التزامات من الناس، رؤساء الانديه لازم يشتغلوا، رئيس اتحاد الكوره لازم يلزم قرارات الزاميه. كمان عايزين نطبق اللي هي اشتراطات النيابه العامه اللي قالت لازم يكون في كاميرات. دي ما حدش يتكلم عنها يعني. لغايه دلوقتي مش عارفين متر، ما فيش ما هو احنا بالكاميرات احنا عندنا ذاكره السمكه. ايوه ذاكره السمكه، احنا بنتفاعل مع الحدث وقت حدوثه بالظبط كده، بعد كده بننسى، وبعدين بتستنى دايما لما تحصل الكارثه وبعدين تبدا تتحرك. طب ما هو قبليها ده بالعكس، ده في مثل بسيط جدا بيقول لك الوقايه خير من العلاج. صح. طب ما هو انا لما يجي لي شويه برد ولا بتاع، انا لسه استنى باخد شويه برتقال حلوين بتاع يعني، يبقى ده يبقى انا عملت زود مناعتك، سيلف ديفنس يعني. زود مناعتك بالظبط. فانا اعتقد ان دي مشكله كبيره. لكن الاتحاد الشرطه ما هو ما عندوش جمهور، او ممكن يكون اعضاء اللي هم بتوع الشرطه. لكن ازاي الغريبه في الموضوع يا استاذ حسام، وانا بستغربها جدا، علامه استفهام. هو يعني اتحاد الشرطه الملعب بتاعها وفي الشرطه ومش عايزه جمهور. اما اذا كان اتحاد الشرطه بيته مش عارف ينظمه، هم هيلعبوا هم هيلعبوا في الدفاع الجوي. ماشي في الدفاع الجوي ماشي، ما تلعب بس هم المعنيين بتامين المباريات. طيب وانت اتحاد الشرطه ده ملعبك مثلا في العباسيه كان بيحصل 200-300 بيخشوا. طب ده انت جوه البتاع وفي كنترول رهيب، ما حدش بيخش 4-5 بوابات، وفي الاخر مش عارف يعني تدخل جمهور، حتى لو اعضاء الضباط ولاد الضباط او كده. يعني علامه استفهام، وارجو انها يعني تتدارك في. هو المهم ان احنا مش عايزين يبقى فيه صدام في المباراه، مش عايزين جمهور يروح من جمهور الاهلي ويفاجئ انه صعب انه يدخل. بالظبط. وبالتالي احنا عارفين انه الالتراس والداخليه في بينهم يعني ود قديم، فمش عايزين حاجه تحصل كده لا قدر الله. عموما برضو الزمالك حذر الجمهور من انه يعني يثير اي شغب في الملاعب، والمفروض ان في 10,000
مشجع هيدخلوا مباراته مع انبي، مباراه قويه جدا بالنسبه للزمالك ولانبي برضو. يعني هل التحذيرات دي هتؤتي اكلها مع الجمهور الزملكاوي؟ والله هو جمهور الزمالك برضه جمهور واعي، يعني هو جمهور مش يعني مش مشاغب بطبعه. حتى عفوا حتى جماهير الاهلي برضه نفس العمليه. انا اتوقع ان في هيحصل التزام من جماهير الزمالك، لان الزمالك شكله حلو قوي السنه دي. يعني اللعيبه فيه تحس ان هم الناس مركزين قوي، عايزين يعملوا بطوله لجماهيرهم بعد غياب، ودايما الزمالك بعد 10 سنين 15 يعني تلاقي عمل لك بطوله. فانا اتمنى التنافس يبقى مرتفع او يرجع وانه يساعد الجمهور النادي بتاعه انه يحتفظ بالمركز ده. طبعا ما هو شغب جماهيري، يعني خصم نقاط، يعني مباريات بدون جمهور، صحيح. يعني فلوس، يعني فدي خسائر من جميع الجوانب بكل الطرق تؤدي لروما. هنتكلم فيها مع هنشوف روما صحيح اخبارها ايه مع محمد صلاح، ولكن بعد لحظات.